في شي عم ياكلنا من جوا ويمكن ما عم ننتبه له. المقارنة. منفيق الصبح منفتح تليفوننا ومنبلش نقارن: هيدا أحلى، هيدا أنجح، هيدا حياته مرتبة أكتر، وهيدا وصل لمطرح نحنا بعدنا ما وصلنا له. وبدون ما نحس منبلش نشك بحالنا، نحس إنه نحنا متأخرين، إنه مش كافيين، إنه في شي ناقص فينا. بس الحقيقة أنت مش عم بتقارن حياتك بحياة حقيقية، أنت عم تقارنها بلحظات مختارة، ناس عم بتفرجيك أحلى شي فيها، وأنت عم بتحاسب حالك على كل شي فيك. وهيدا ظلم، لأنه ما حدا بحط ضعفه على العلن، ولا حدا بيحكي عن فشله كل يوم. بس أنت تعرف كل تفاصيل تعبك، فطبيعي تحس حالك أقل. والمشكلة الأكبر إنك بلشت تركض، مش كرمال حالك، كرمال تلحق غيرك. تدرس شي مش بتحبه، تشتغل شي مش إلك، تعمل قرارات بس لأنه الكل عم يعمل هيك. وبالآخر بتوصل بس مش مبسوط، لأنك وصلت لمطرح مش إلك. فخليني إقلك شغلة يمكن تغير شي جواتك: أنت مش متأخر، أنت مش أقل، أنت بس عم تمشي بطريق غيرك. ويمكن أول خطوة لترتاح إنك توقف تقارن وترجع تسأل حالك: أنا شو بدي؟ مش الناس، أنا. شاركني رأيك بالتعليقات، وخلينا نحس إنه ما حدا بهالدنيا لحاله.